انا مش هعالج ابوك بفلوس حرام. يعني ايه؟ الشنطة دي فيها 5 مليون جنيه، وهتاخد زيهم لما تخلص ورق العربيات اللي جاي من بره. يا ام كفايه عاد بقى، انت مش مستحمله. ابوك صعبان عليا يا رب، مش كفايه فلوسه ضاعت ودلوقتي مرمي في المستشفى ومطلوب مننا عمليه، هنجيب فلوس العمليه دي منين بس؟ انا ياما نصحته بس هو اللي ما يسمعش كلامي. ما انت اللي رفضت تشتغل معاه، لو كنت اشتغلت معاه ما كانش كل ده حصل لنا، ده حتى الفيلا اللي حلتنا ضاعت، وليله الشقه دي كنا اترمينا في الشارع. ان شاء الله ربنا يسترها يا ماما، وقبل ال3 ايام اللي هم المهله بتوع العمليه تكون الفلوس جهزت ان شاء الله. انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ ده احنا يا دوب عايشين بالمرتب بتاعك يا باشمهندس، العمليه بتتكلف 400,000 جنيه. انا هتصرف يا ام ان شاء الله، ما تشيليش هم. ان اتصرف. شاء الله ربنا يفتحها في وشك. بقول لك ايه، في كارت عندك وبشحنه لابوك عشان التليفون بتاعه مع التمريض، عشان وقت ما يعزوك يبقى يتصلوا بيك. حاضر حاضر، انا هبعت له يا ماما اهو الرصيد دلوقتي. ماشي. ايه، بعت رصيد لرقم غلط، هي ناقصه هي كمان. انا ما نمتش بقالي 3 ايام، مش مركز. طب اتصل بالرقم خليه يرجع لك الرصيد تاني. مش راضي يرد. هو ايه، خلاص قبل الرصيد واكل الحرام. حول ولا قوه الا بالله. استنى يا ماما ثانيه واحده، هو الرقم بيتصل اهو. طب رد بسرعه يلا. حاضر حاضر. الو. الو، معلش كنت نايمة، الرقم ده رن عليا كتير، انت مين؟ هو حضرتك بس يعني انا حولت لك رصيد 100 جنيه بالغلط على تليفونك. ايه، 100 جنيه؟ ايوه حضرتك، ممكن تتاكدي بنفسك. طيب اقفل وانا هطلبك تاني. حاضر حاضر. هتشوف هي في التليفون وهتكلمني، هشوف ايه اللي هيحصل. يا رب ملناش غيرك. بس رسالة، بعتت رسالة اهو. ايه ده؟ دي بدل ما تحول 100 جنيه حولت 1000 جنيه. ايه 1000 جنيه؟ هو السمع ايه، بعافية ولا ايه؟ انا احول الرصيد لبابا الاول وبعدين نطلبها. ماشي. استني بتتصل هي تاني اهو. ايوه. يا فندم ايوه، انت حضرتك حولت 1000 جنيه بحالها مش 100. يا سيدي ده استثمار. استثمار؟ هو انت حضرتك اصلا تعرفيني؟ لا طبعا، بس انا اتعرف. عرف ايه بس؟ بقول لك ايه حضرتك، انا عندي مشاكل كتير، هم وحزن وغم وقرف. تقدري تقولي كده انا مش فاضي اتعرف على حد دلوقتي. بص ما تقفلش، تعرف حل اي مشكلة بيكون بالفضفضة. بقول لك يا فندم انا اسف قوي، انا مش فاضي دلوقتي، ورايا حاجات كتير مهمه اخلصها وبعد كده هرجع اكلمك تاني. سلام. بقول لك يا امي، انا خارج رايح فين في الظروف اللي احنا فيها دي؟ هروح كده لجماعه اصحابي وجماعه اصحاب بابا من زمان، احاول اتصرف في فلوس العمليه، يمكن ربنا يسهلها. روح يا ابني، ربنا يفتحها في وشك، قادر يا كريم. يا رب يا ماما يا رب. يا رب. عملت ايه يا رامي؟ طمني. للاسف يا امي الطرق كلها مسدوده، مفيش فايده. محدش راضي يساعدك صح؟ لا يا ام، كل الناس بتتهرب، محدش راضي يساعد. مفيش غير واحد صاحبي بس طلع لي 200 جنيه وانا محتاج للعمليه 400,000. طب هنعمل ايه يا ابني؟ ميعاد العمليه قرب خلاص. مش عارف يا امي، مش عارف. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ لما انا كلمتك في التليفون طلبت تقابليني، ممكن اعرف ليه؟ عايزة اساعدك. تساعديني ازاي يعني؟ الصدفة وقعتك في طريقي وانا هحلل لك كل مشاكلك. قولي انت محتاج ايه؟ انا ابويا دخل المستشفى بعد ما خسر كل فلوسه ومحتاج عمليه ثمنها 400,000 جنيه. تصور المبلغ ده متوقف عليه حياه ابويا، وعلى المبلغ ده كنا بندفعه كل شهر للجمعيات الخيريه. دلوقتي احنا اللي محتاجين الناس تتبرع لنا. اكشن. طب ايه رأيك كده مبدئيا في مبلغ 5 مليون جنيه؟ 5 مليون. طب اسمعي بقى، انا لا ليا في المخدرات ولا ليا في القتل ولا الحاجات دي. قتل مين ومخدرات مين؟ مش تعرف انا مين الاول؟ انا والدي اكبر مستوردين سيارات، وعلى فكرة هو بيمر بأزمة برضو زي والدك، هو جنب منه في المستشفى. اهو شفتي، ابوكوا في المستشفى وعايزاني اقتله عشان تورثي. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ قتل ايه وورث ايه؟ انا عايزة اللي عندك انت. انا ما عنديش حاجه. اسمعني كويس يا رامي، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة في العمر. الشنطة دي فيها 5 مليون جنيه، وهتاخد زيهم لما تخلص ورق العربيات اللي جاي من بره. عربيات غالية قوي،
وانا عارفه ان انت شغال في المرور وهتقدر تخلص الورق ده. كل اللي عليك ان انت تخلص اوراق العربيه 5 هم و5 تانيين بعد ما تخلص الورق. تصرف على والدك، تروق نفسك، تظبط الدنيا، انا ماليش دعوه. بس دي فلوس حرام، هعالج ابويا بفلوس حرام؟ حساب المستشفى ما يعرفش الحلال من الحرام. لو وافقت قولي وانا هبعت لك تفاصيل العربيات. الحمد لله يا ام فرجت، جبت الفلوس. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. خدي يا ام، بصي هتاخدي الفلوس وتروحي المستشفى وتدفعي تمن العمليه بتاعت بابا، وبعد كده انا اخلص شغل وهجيلك على المستشفى على طول. ماشي يا حبيبي، بس انت جبت الفلوس دي منين؟ من صحاب بابا ومن صحابي، واختي كمان بعتت مبلغ. انت كداب يا رامي. اختك اتصلت بيا وقالت لي انا جوزي معذور وما معهوش فلوس، وحتى لو بعتت لك فلوس هي عايشه في امريكا مش في بنها، ازاي هتوصلك بالسرعه دي؟ يا امي ما انا اتصرفت وخلاص بقى. يبقى انت اتصرفت بالفلوس دي من الحرام. وهو الحلال ان اشوف ابويا بيموت وانا مش قادر اساعده، والحلال ان احنا نعيش في الذل والبهدله دي بعد العز اللي كنا فيه. رجع الفلوس دي من مطرح ما جبتها. انا مش هعالج ابوك بفلوس حرام. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت، وده اخر كلام عندي. اتفضل.